اليوم نحن في زيارة إلى بيت عميد الصحفيين الجزائريين الأستاذ سعدي بزيان. نحن الآن في لبيار في أعالي مدينة الجزائر العاصمة. السلام عليكم. تبدأ من درجة أول حلقة البرنامج بدأ من خلاص. استاذ سعدي بزيان، واش راك؟ لاباس؟ واش حالك؟ البصائر اليوم راهي في بيتك. بارك الله فيك، شكرا على الزيارة. في مكتبة الشيخ الأستاذ سعدي بزيان. هذه مكتبة. على كل حال المكتبة نتاعي متواضعة لأن الكل هديتها. ما عندك ما تقول. أنا أعرف كلش. بسم الله. تفضلوا. إيه إن شاء الله. هذه المكتبة والمكتب. ما شاء الله. هاي المكتبة المتواضعة. شوفي. واش؟ يقول له هذا واش عنده السعد بزيان يا وهذه التكريمات نتاعي. ما شاء الله. هذه لوحة عملوا هذه مع فيه. هذا والصحراء. هذا صورنا. هذا تكريمي في ولاية المدينة. ما شاء الله. ولاية باتنا. ما شاء الله. هذه هي. ما شاء الله. وانا المكتبة هنا وساعات نحب نقعد هنا نقعد هنا. الجزائر الثقافي ايه كله احتفظنا به، وهذا بعد اعمال سعد الله. انا كل حاجه كانت عندي كل، ولكن هديتها. ايه خليت غير تاريخ الجزائر الثقافي. اشياء عندك اثار الامام. اثار الامام الابراهيمي ايضا كلها موجوده عندي. ايه وبعدين كتب ما يتعلق بفرنسا، تعرف اسلام هو في الغرب. الجزائر. سعيد عبد الرحمن الشيبان. حقائق واباطيل. وانا نشوف هنايا كتب تاعي مجموعه راهم هنايا كتب تاعي او كل اللي يعني اعطيتهم لي هنا وقريتهم الكل. ما شاء الله. ما شاء الله. طيب السؤال، ما هو اول كتاب قراته؟ الكتاب الذي قرأته يا سيدي بالحقيقة أنا كنت مغرم بتوفيق الحكيم، وقريت كل أعمال توفيق الحكيم. الغريب كل الغرب في كتاب هذا عمائم وطرابيش لم يتحدثوا عن توفيق الحكيم، وهو أكثر الناس يعني يكتب على باريس. كتب عنده زهرة العمر، عنده سجن العمر، عنده عدة عصفور من الشرق. عصفور هذه كلها تتمحور على ريحة البريد. لكن هذا صاحب عمائم وطرابيش اللوندي الله يرحمه لم يذكره. أدري لماذا؟ ذكر زكي مبارك. نعم زكي مبارك أيضا. وتكلم على مقهى الدوم هذه في مونبارناس. قهوة كبيرة كل مرة يوم عليها. هل إذن أول كتاب؟ تقريبا أول كتاب يعني قريته واهتميت به وتأثرت به هو توفيق الحكيم. الأعمال نتاعو كاملة. أول شيء عصفور من الشرق. عصفور من الشرق. عصفور من الشرق. هذا كتاب مهم. يحكي على باريس، يحكي على حياته، كيفاش طالب، كيفاش تعرف بالناس الفرنساويين، كيف تقن الفرنسية. هو راح يدرس الحقوق ولكن خرج بدون نتيجة الحقوق. ولكن ولا أكبر مسرحي. صحيح. يكتب المسرح. صحيح. وكل شيء أعماله ترجمت اللغة. الآخرين قرأوا في الحقوق وباتوا في الحقوق. صحيح. أستاذ يعني ما هو أول كتاب اشتريته في المكتبة تاعك؟ اقتنيته؟ هذا لا أدري بالحقيقة. أنا كثير من الكتب تهدى لي الحقيقة أكثر مما أشتري، وخاصة عندما كنت في فرنسا كثير من الزملاء وحتى في الشرق العربي يعني يهدوا لي جماعة، وإنما أنا أهتم وأشتري الكتب اللي يعني مختص فيها. كتب التي نشتريها باستمرار هي ما يتعلق بالإسلام في فرنسا، وما يتعلق بالإسلام في الغرب، وما يتعلق بالهجرة والمهاجرين. أيوة. الآن احنا أرى مجموعة من الكتب. مجموعة من الكتب اللي تتكلم حول الإسلام في فرنسا. هنا عندك هنا الفوق هنايا كتب في مهتم أنا بهذا الموضوع كثير، ولأن لقيت مثلا شوف هذا. أيوة. دليل بوبرتر. لا جراند موسكي دو باري. هذا جامع باريس. التاريخ نتاعو. ميساج ان استوار. رسالة وتاريخ. كتاب. هذا عامل جامع باريس رغم ما نفهمش أنه على كل حال، ولكن الوحيد اللي خلى أثر. عنده تفسير. عمدة متاع لا هذا ولده. هذا دليل دليل. ولكن باباه حمزة. باباه حمزة بوبرتر أيضا عنده
الله يرحمه. تفسير اي ما ترجمة القرآن استاذ بولود، ندخلوا على الخط. أعددتم في الفتره الاخيره مع الاستاذ سعيدوني كتابا، وتم هذاك هو موجود هنا. الاستاذ سعدي بزيان. هذا موجود هنا. هذا كتاب الأستاذ سعدي بزيان بمناسبة بلوغ 90 عاما. هذا الكتاب أنجزناه مع أستاذ نصر الدين السعيدوني وأستاذ علي التبليد، وفيه مجموعة من المقالات، سواء مقالاتي أو بعض المقالات كتبت عندي. نعم، المقالات وأكثرها هي مقالات بأقلام مجموعة من الكتاب جزائريين وتوانسة ومغاربة شاركوا فيها عدة كتاب من داخل الجزائر وخارج الجزائر. نعم، شاركوا في بمقالات سواء حول حياة الشيخ سعدي بزيان أو كتاباته أو مقالات خارج، معناها حول الموضوعات التي اشتغل حولها، مثل الإسلام في الغرب، وهو الآن كتاب مطبوع عن دار البصائر. وطبعا نتمنى هذا الكتاب رواج. هذا أشرف عليه الدكتور السعيدوني بمشاركة الدكتور مولود عويمر والدكتور تبليد، حفظهم الله. وأنا أرى هنا وسام بصائر. وسام البصائر. لو كنت تحكينا شوية على. والله أنا جريدة البصائر حقيقة لي معها تاريخ. أنا كنت أقرأ البصائر وأنا في قريتي، يعني كانوا جماعة مشتركين فيها ويسلفوها لي لأن ما عنديش باش نشتريوها. ثم التحقت بمعهد بن باديس. عندما التحقت بمعهد بن باديس من حين لآخر اشتريها، ولو كان يعني أكثر أوقات يعني نسلفها. بقيت طبعا وأنا ابن جمعية العلماء. أنا دائما أقول أنا باديسي إلى باريسي. عشت أنا في باريس كثير، ولكن أنا منتمي للفكر الباديسي. نعم. فبطبيعة الحال البصائر بعد كي رجعت جمعية العلماء للعمل. انت هذاك ايوه انت هذاك نهار عطيتي عدد ما لقيتوش معايا. راه موجود، جبت معايا. صح. وطبعا وتم التكريم الاستاذ بمناسبه نعم يعني بمناسبه صدور لذكرى صدور البصائر. وهذا كان في مدينة مدية. نعم. كنت حاضر معنا في يوم 24 ديسمبر 2022. صحيح. طبعا هاو الصورة. الدكتور عويمر يعني توثق المؤتمر، هذا الاجتماع والندوة والحفل التكريمي. وكيف كان شعورك في ذلك اليوم؟ والله كنت فرح جدا جدا، ويعني قلت هذا أكبر جائزة أنالها بالمجهود متاعي كطالب في معهد بن باديس وكأستاذ في معهد بن باديس وكصحافي في جريدة البصائر. وطبعا وحقيقة فيه كلمة يجب أن تقال، هي الأستاذ سعدي بزيان هو اليوم عميد الصحفيين الجزائريين. طبعا. ونتمنى أن تقوم المؤسسات الإعلامية والثقافة الأخرى على تقوم يعني أيضا بالتكريم الأستاذ سعدي بزيان، لأنه حقيقة جدير بكل تقدير واحترام وعرفان. بارك الله فيك. الأشجار الحديقة هذه لقيت هنا أشجار كثيرة، ولكن أنت انقرضت، يعني عندك تقريبا حوالي 50 سنة ولا نسكن. الله يبارك. إنما أنا دخلت عليها تحسينات وكذا، تعرف تكاليف وكذا باش تولي يعني قابلة للسكن. مثلا شوف هذا الحشيش الاصطناعي اشتريناها من السوق باش ديروا واحد يشوفك من برا ولا كذا. يعني تشتغل هنا أحيانا؟ أحيانا ندير طابلة هنا في كيكون نسموه ونخدم هنا. إن شاء الله. أروح أيضا الحديقة من هنا معليش. حديقة. خليك تشوف الحديقة من هنا. من هنا. تفضل. وعندنا البير من هنا نطلعوا الماء بالموتور. الماء بالموتور في دقيقة تسقي واش تحب. شحال. هذه بناية وقت فرنسا يا خالد. وقت فرنسا يا طبعا. هاي حديقة. نحن الآن في حديقة الأستاذ تشوف القارص وتشينا وكذا. وراه القارص والقارص. يا سيدي هذا القارص. هذا القارص. هذيك والله لست أدري. هذا الخوخ. يعني هذه أشجار هكذاك تحفة.
هذه كثر خير واحد صديق هدانا الاشجار هذه وغرسها لنا، اه ونرعاها ونسقيوها باش مليح تبقى ما شاء الله مستمرة إن شاء الله. ان شاء الله وهذه جيراني، ان شاء الله هذو جيراني مثل ما نستطيع. إيه. إيه، هذو جيراني عائلة الصواليلي، راهو فيهم صحافي في الخبر مختص بالبترول، واحد الشاب ما شاء الله. قلت له مرة، قلت له أنت وعندي، قال لي والله ما نعرفهم. قلت له راهو عندك عائلة ايه اسمهم الصواليلي، جيراني منطقة القبائل هم. إيه ما شاء الله. تفضل استاذ تفضل. إيه بسم الله. اسطوره طبعا. هاي يا سيدي. اذا إيه، نصعد الى إيه، إلى صالون إلى- ضيافة. ايه صالون الضيافه في صالون. بيت إيه بسم الله. استاذ سعد بزيان. هاي هاي بسم الله تفضلوا. ايوه هاي الضيوف نتاعنا تفضل. جو. ما هذه صح المناظر الجميله. تفضلوا. خلي يصوروا ما شاء الله ما شاء الله. هذا السلام ياس. الان في صالون، هذا هو الصالون صالون استاذ العقاد. سعد بزيان. كما يقولوا إيه كانت صالون أيام. العقاد، إيه، صالون العقاد. صالون طه حسين. يا حسرة. صالون والله احنا برك ما نعطوش، والله نقدروا نعملوا حاجات ولكن ما نعطوش قيمة صحيح الأمور. صحيح. عندنا حاجات اللي ما عندش المصريين، التاريخ اللي عندنا احنا واش المصريين واش عندنا. تنحدم تاريخ الفراعنه واش داروا، لكن احنا ما كما قال سعد الله قري، نحن نصنعوا التاريخ ولا نكتبه. صحيح. الجزائريين كل واحد تاريخ. صح. كل واحد تاريخ. المناطق الجزائرية شوف انت يعني تيزي الزو هذيك النواحي كيفاش دار فيها راندون، كيفاش داروا فيها. لو كان في الشرق العربي افلام صح. ولكن احنا هاك شوف. صحيح صحيح. تقول لهم يقول لك تيزي الزو يحسبها يعني مدينة وخلاص عادية. شوف الناس اللي فات مثل فاطمة نصومر وفاطمة ما كانش. هذه هي أستاذنا الكريم. عبيت مرة أنا كنت نسمع بصالون طه حسين وبصالون صالون العقاد. العقاد وبصالون محمود شاكر. وكنت تصور يعني كنت تصور حاجة كبيرة، ولكن عندما شفتها في التلفزيون في شريط قديم وثائقي عادي تماما عادي تماما. ويمكن يعني الآن أي مفكر وعالم جزائري كل مرة يطرح موضوع طبعا، ولا يجي واحد يجيب الكتاب تاعو يقدم الكتاب تاعو يقول له هاو الكتاب ألفتوه واش فيه، والناس تناقش أفكار، تناقش الآراء تاعو. أنا شوف والله رحت القاهرة قابلت كبار الصحابيين والله العظيم لا يقدرون نفس الثقافة. صح. نقولوا كبير الصحابيين كبير المعلقين صح. ولكن يعطيو قيمة. تلقى مكتب سيدي وشخصية وهذا الواحد يسربي والواحد منه، ولكن احنا هاك شوف تلقى مدير جريدة يعني مسكين طاحت به الأمور. تقول أستاذنا الفاضل، مادام رانا في هذا البيت تقدر تعطينا وصف لهذا البيت؟ واش وصف البيت؟ هذا صالون. البيت هذه احنا على كل حال شريناها وكان لقيناها في ظروف سيئة وأدخلنا عليها تعديلات ومصاريف. هذا في أي عام؟ هذه في 65 1965. 65. لكن أنا مشيت لفرنسا خليتها لبعض الجماعة زملائنا نعم كهدية. نعم. قلت لهم خلصوا الكهرباء والماء والباقي ما تخلصوش باش يحافظوا لي عليها. ولكن مساكن أهملوها. أولا إمكانيات أيضا ما عندهمش، وفي نفس الوقت الإهمال. بعد يعني كي رجعت من فرنسا خدمت كثير ولميت شويه فلوس باش دخلت عليها اصلاحات. دخلت الكهرباء كيفاش نظمتها. صح. البنتوره كيفاش يعني ولات عصريه. ماشي. وهذه الايام يعني كان فيها شانتي هنا تقريبا شهرين وواش. شافي عليها يخدموا. والناس على بالك واحنا ما هل هذا البيت هل فيه شخصيات علمية ولا مهمة زارت هذا البيت؟ والله كان زارني سفير الجزائر في ليبيا وهو شاعر اللي هو أحمد معاش ربي يرحمه الصالح. زارني أكثر من مرة في هذه الدار هذه. واستضفته كان يستضيفني أنا في سوريا. وكان مع الشيخ محمد الغسيري. نعم. الشيخ أحمد معاش كان مع الغسيري وكان معهم واحد اسمه العربي طلقان. هذا
هو أصلا من منطقة القبائل، ولكن ولد في الغرب الجزائري، وهو المترجم في السفار، يعرف واحد 3 ولا 4 لغات. اسمه العربي طوقان. ها ولده هذا اليومين جا هنا يدير حفلات. هو من خلاص إيه. معروف. هو كان يدير دوبلاج. هذا هو دوبلاج للرسوم المتحركة. هذاك جا هذا ايام هنا. هو معسكر، أظن معسكر هو. لا، هم من مناطق القبائل، ولكن ولد في المعسكر. نعم. ولد في المعسكر. أنا نعرفه مليح، والسي العربي طوقان الله يرحمه كان في سوريا، وتزوج سورية وقبائلية الأصل. إيه، كما مثلا بالإعلام الصغير. بالإعلام الصغير ثاني تزوج قبائلية في سوريا. صح. الأصل نتاعها. صح. وقبائلي يزوج قبائلية، ولكنها عروبية وكذا. وثاني بالإعلام الصغير ما عندك ما تقول فيه، في وطنيته وفي ما شاء الله. ما شاء الله. وهنا قلت لي كان يجيك مثلا محمد عباس. لا محمد عباس عمره ما يعني يبقى عند الباب. لا، ما جانيش. دائما هو يستناني في اللاري نتاع البيس ويهزني كثر خيره يعني. دائما يجيني. ما جاونيش. الطلبة كان طلبة يجيو. اي طلبة يجيو. عندك تبليت هو دائما يجي. علي تبليت. علي تبليت محسوب، كانت قرابة بيناتنا ويجي. يجي خاصة في المناسبات. نعم. المناسبات دائما يجي، وعندنا بعض الجماعة في المناسبات يجيو. وعندي نسيبي سعدي بفلسطيني في المناسبات ولا في بعض الظروف يزورنا يدينا زيارة. هذه هي. وانا شفت يعني سنين وانا في الخارج، 40 سنة في باريس. وضوجنا المدام. كيفاش عشت حياة مع كاتب تعبتها. وهو خاصة هو قاعد لتحت. واحد ما يلقى قدامه تحته، لازم يبغى يقعد وحده. يبات ليل كامل هو يكتب. يخاف شويه. هذه هي. واش ديري؟ ما عدا كيما الخطره هذه اللي دخل كتاب هكذاك. نعم. قاعد طلع هنا عندنا. عشت معاه الحمد لله. انا عشت معاه يعني. لا هو كأب كأخ ككل شيء يعني. تزوجنا هذه منذ 50 سنة تقريبا والله. وداني صغيرة هو كذاك، والحمد لله عشنا يعني حياة الحمد لله. عشت معاه بوندون 10 سنوات في باريس. ما شاء الله. ومن بعد وليت دخلت هو عاد وحوسته. ما خلينا حتى بلاصة. لا ما حوسنا الحمد لله. رحنا لمصر، رحنا لسوريا، رحنا للمغرب، رحنا أوروبا ثاني. أوروبا. رحنا سويسرا، رحنا السويد. الحمد لله. رحنا إيطاليا. كلها رحنا لها. العام اللي جبنا الولد هكذاك عام 82 من ثم دخلت انا هنا العاصمه. قعدت هنا في الجزائر وهو يروح ويجي. والحمد لله عايشين يعني حياه سعيده نقول لك الحمد لله يعني ما عندنا حتى مشكل. الحمد لله والله. عوض الاب عوض كل شيء يعني. هو الحمد لله والله الحمد لله. اذا ككاتب يعني في غالب الاحيان راح في المكتب تاعو. لا تلقيت المكتب نتاعو لتحت. وعندنا واحدة بنت جارنا كثر خيرها راهي عايشة معنا. راهي ما شاء الله تقوم بدور كبير يعني. تعاون. انا عندي طفلة عايدة عايشة هنا عندي. هي بنت يعني بنت بمثابة بنت. هي في ساندوني. انت كنت قري ثم. كنت قري. عملت بيا زيارة. وثم عرفت انيس قرقاع وذاك معاه. بعد كنا نجتمعوا في نتلاقاو في جامع باريس، نصليو مع بعض ونخرجوا نروحوا في قهوي ونحكيو. ودار معايا حديث طويل ونشروا في لندن. في مجلة في لندن اسمها النور. هذه هي. علاقتنا طيبة، وكتب علي في الكتب نتاعو وانا كتبت عليه في الكتب نتاعي. هذا هي. هذه هي. وهو ثاني شهادة الله دائما يذكرك بخير. اي طبعا. كان يقول كان يذكروني بمفكر وكاتب مصري اسمه محمد عمارة. دكتور محمد عمارة. ويحكي محمد عمارة يقول الفضل في تأليف كل هذه الكتب. هو ألف 150 كتاب. يقول هذا الفضل للزوجة. كيفاش؟ يقول الزوجة هي تقوم بكل شيء. صحيح. لا صحيح. مش يقول لي حتى هو يقول له متخيل القميجة اللي نلبسها يكون متحدث بس قاشر نلبسها هي ما ضمنت. صحيح. هذه هي. وهذا هو كل شيء ساعات. الحمد لله. انا ما خبزه باقيتها ما نشتريهاش من السوق. ما كاينش. نلقى الجو موفر الجو. الحمد لله. ولهذا كتبت لو كان مثلا تلقى يشغلوك في الدار هم ما تدير والو.
والله أي فرصة سعيدة، وهذه أول مرة يعني أرى مبادرة من هذا النوع، وأتمنى أن تستمر هذه المبادرة لتشمل عدة شخصيات لها لها دورها في الثقافة وفي الإعلام وكل ما يتعلق بالذاكرة والحركة الوطنية إلى غير ذلك. وهي تجربة كما ذكرت لكم وكما أكدت لكم، أتمنى أن تدوم وتستمر لتصل إلى كثير من الشخصيات، لنسلط الضوء على كثير من زملائنا في المهنة المنسيون في الإعلام والمنسيون في الثقافة والمنسيون في التاريخ. وهذه إن شاء الله ستتكرر مثل هذه المناسبات، وأشكركم على هذه الزيارة المباركة التي أسعدتمني وأنا في منزلي، وهذه تكريم للثقافة والإعلام، وأشكركم. نحن سعداء اليوم بهذه الجلسة التي جمعتنا بأستاذنا الفاضل أستاذ سعدي بزيان في بيته العامر، أيضا برفقة زوجته الفاضلة ورفقة ياسين بروتي. فهذه الزيارة حقيقة أسعدتنا كثيرا، وفتحت لنا شهية لزيارات أخرى إن شاء الله في المستقبل القريب، لشخصيات أخرى لأعلام مفكرين وعلماء جزائريين أيضا هم جديرون بهذه الالتفاتة وبأن يتعرف عليهم القراء ويتعرف عليهم الجزائريون وغيرهم. واليوم بدأنا هذه الفاتحة مع أستاذ سعدي بزيان، وإن شاء الله نلتقي في مرة أخرى مع شخصيات أخرى بحول الله. خليكم على خير. سلامة. الله فيكم. أستاذ سعدي، الله فيكم. ننتظر مقالاتك. على الزيارة. إذا حبيت إذا نهار نروح شيخ بالعلا قلت تحب تمشي معنا نمشي. إيه نخليكم حتى تهضروا نسجلوا معكم الدردشة تاعكم. إيه.